جرى ايه يا ولية؟ ما تمسكي نفسك. خضتني يا راجل، مش تعمل صوت وانت داخل. هو انا دخلت عليك الحمام؟ انا داخل المطبخ. ها، عامله لنا ايه يا غدا؟ عامله لك ملوخيه بالفراخ. فراخ فراخ على طول فراخ، انا قربت اكاكي. يا راجل احمد ربنا، هو احنا حلقنا غيره؟ قال لا، هي ايه حكايه الملوخيه؟ هات كرسي وتعالى اقعد عشان الحكايه طويله. اعمل لك شاي؟ لا تسلميني، بس يلا قوليلي ايه حكايه الملوخيه، انا اتشوقت جامد اعرف الحكايه. الملوخيه نبات مصري قديم، كان بيتزرع على ضفاف النيل. في روايه بتقول ان الهكسوس كانوا بيعتبروا الملوخيه نبات سام، عشان كده كان بيدوه المصريين ياكلوه عشان يموتوا، فالمصريين كانوا بياكلوه ويقول لذيذ جدا وما ماتوش. احنا فراعنه يا هنديه، مش بيأثر فينا اي حاجه. اه يا اخويا، ما انا مصريه زيك، امال ايه؟ هاي كملي يا هنديه. في رواية تانية بتقول إن الملوخية كانت أيام المعز لدين الله الفاطمي، كان يشكو من آلام في بطنه. الدكاترة وصفوله الملوخية لأنها فيه فوائد كتيرة. كان الملوخية للحاكم ولقيها جميلة جدا فعجبته، فقرر إن الملوخية محدش ياكلها غيره وسماها ملوكية. يعني احنا بناكل أكل الملوك دلوقتي؟ ما أنا جايالك في الكلام. الأول هقولك طريقة الملوخية بنعملها ازاي. احنا بنعمل الملوخية على الفراخ، وممكن ملوخية بالأرانب، ملوخية بالجمبري، وفي ناس برضه تعملها على شوربة اللحمة. بنجيب الملوخية ونقطفها ونغسلها ونخليها تنشف شوية ونخرطها، وبعد ما نخرطها بنحط المرقة على النار ونحط فيها الملوخية تغلي غلوة واحدة، منخليهاش تغلي كتير عشان ما تسمرش. وبعدين نجيب القدحة اللي هي التومة وننطشها، واحنا بنطشها نشهق. صح، ايه دخل شقها في الملوخية؟ هقولك ايه حكاية شقها. في يوم الحارس كان هو بيقدم الملوخية للحاكم، اتدلق عليه الطبق. الحارس شهق من سخونة الملوخية، ومن ساعتها أمر الحاكم إنهم يقتلوا الحارس، ولكن قبل ما يقتلوه دق الملوخية ولقاها جميلة جدا. الحاكم قال إن هو مش هياكل ملوخية تاني، فمن كده اتعممت الملوخية على الشعب، وبقي الشعب ياكل ملوخية، واتحولت من ملوخية لملوخية. ها، ايه رأيك؟ حلوة حكاية الملوخية؟ لا، طعم ملوخيتك يا هندية أحلى من حكاية الملوخية.